اول شيء صلوا على النبي. هذا حساب الاساس، تابعوا وياه حساب بالاحتياط بالتعليقات والتعليق، تابعوا وياه. شغله محيرتني، شلون اكرم عفيف اخذ افضل لاعب في اسيا سنه 23 ولسنه 2019؟ شلون سالم الدوسري اخذ افضل لاعب في اسيا لسنه 2025؟ هذا السؤال محيرني والله العظيم، صار كم سنه محيرني هذا السؤال. اكرم عفيف وحاليا هذه الفتره سالم الدوسري. طبعا انا بحثت على احصائيات اللاعبين الاسيويين، الياباني، الايراني، الكوري. كل هذول اللاعبين الاسيويين اللي بحثت عليهم افضل احصائيات من اللاعبين اللي اخذوا افضل لاعبين في اسيا. اكو واحد بيكم يشرح لي بالتعليقات شرح كامل مفصل شلون اخذوهن؟ كل الاحصائيات تدل على انه ذول اللاعبين، هاي قائمه اللاعبين افضل من اللي اخذوا افضل لاعبين في اسيا. ما قلل من قيمتهم، لا والله ما قلل، لا من السعودي ولا من القطري، مع احترامي لكم. بس شلون او كل احنا نعرف طبعا رئيس الاتحاد بحريني والمنظم البطولات هو قطري. وطبعا اغلبنا يعرف انه اللاعبين اليابانيين والايرانيين والكوريين، واحد يلعب انتر، اعطيكم بس 3 لاعبين، واحد يلعب بالانتر، واحد يلعب باريس، واحد يلعب بالباير، والبعد بالدوري الانجليزي، بعد بالدوري الاسباني وغيرهم. لا تنسونا من الفولو، كومنت، لايك، وطونا راكم بالتعليقات، ونريد واحد يشرح لنا ان شاء الله.